الوصفة دي من احلى الوصفات اللي بجد انا مش قادرة اوصفها لكم جميلة ازاي، وكمان معمولة في الخلاط بمكونات بسيطة جدا من مطبخك. هتعمليها وهتوفري على نفسك كتير قوي في المصاريف، وهتبطلي تشتري اي بقسماط اي كحك اي بسكوتات من بره. يلا بينا نشوف طريقة تحضير الخطوة الجميلة ديت بمنتهى البساطة. اول حاجة هجيب شفشق الخلاط، هنزل عليه نص كوباية سكر ونص كوباية زيت. طبعا لو هتضاعفي الكمية هتضاعفي المقادير. طبعا نص كوبايه ميه، هضربهم كويس جدا في الخلاط ضرب مستمر لغايه لما يبقى فاتح معايا لونه، يبقى ابيض كده ويبقى كريمي وجميل. هبدا بقى هجيب البوله اللي انا حاطه فيها الدقيق، ده نص كيلو دقيق، عليه معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح. هقلبهم كويس جدا مع بعض عشان الخليط كله يختلط ببعضه، الدقيق والبيكنج باودر والملح. وبعد كده هبدأ انزل بالمواد السائلة اللي معايا اللي انا ضربتها في الخلاط على المكونات. طبعا كلنا عارفين البسكوت ما بيتعجنش، البسكوت بتلميه بس كده بايديكي عشان لو عجنشيه هيعمل عرق، فانا في الخطوة دي بلمه بس. نزلته كده على الرخامة بصوا هو اصلا من غير ما تسيبيه يرتاح انت هتبدأي تقطعيه كده لصوابع، الصوابع اللي انت عايزاها، لان انت هتفرديه زي البقسماط بالظبط وهتعمليه بالسمسم زي ما شفتيه في اول الفيديو. هبدأ اقطعه كده بسكينة او باي حاجة عندك، وهبدأ كده الفه كده ايه زي ما انتوا شايفين، بعمله كده ايه صوابع. بس بعمله صوابع بقى ايه يعني طويلة زي البقسماط كده شوية، وبحاول ارققه كده شوية بايديا، اضغط عليه بايدي. هرش سمسم عشان خاطر عايزاه يبقى كله مليان سمسم. عايزه اقولك طعمه بجد في منتهى الجمال وهيعجبك وهيعجب اولادك جدا. وكمان بقى احنا داخلين على المدارس النص التاني ان شاء الله، ممكن تبداي تعملي تحط لهم في اللانش بوكس، هيعجبهم جدا في المدرسه. هعمل بقى الكميه ديت وهدخلها الفرن، وطبعا اول ما تطلع معايا من الفرن بيبقى كده ده شكله النهائي، اخد بقى اللون الذهبي الجميل من الفرن ومقرمش قرمشه ملهاش نهايه. تحفه، جربيه وقولي لي رايك فيه ايه. وان شاء الله كل المكونات هسيبها لك في صندوق الوصف بالكيلو ولو عايزه بالنص كيلو. يلا لايك وشير لو عجبكم الفيديو.